من اكبر علامات النضوج ان انت تتجنب ان انت تدخل في اي مناقشه ملهاش اي 30 لازمه، بتكبر دماغك بالمعنى الاصح. مش شرط خالص ان انت لما تدخل مناقشه مع اي حد ان انت تثبت ان وجهه نظرك صح. في الاول بقى احيانا الناس بيبقى عندها شويه فوران كده، لا انا اللي عارف الحقيقه، انا اللي رايي صح، ولازم هو يسمع كلامي الطرف التاني يعني، هو ولا سمع ولا شايف. فنفضل بقى نعمل زي الديوك مع بعض كده، ده يقول وجهه نظر وده يقول وجهه نظر مضاده، ونبتدي نتخانق مع بعض والموضوع يوسع ويكبر. كل ده قلت بيحصل امتى واحنا لسه يعني صغيرين. اما بنكبر بقى من علامات النضوج ان كل ده ما يحصلش، ويبقى عندك عادي تماما انك تخرج من المناقشة دي بدون ما تكون انت الفايز فيها، او ان انت تثبت وجهة نظرك وتخلي الشخص التاني يعمل اللي هو عاوزه خالص. اوكي انت رأيك صح تمام، انت شايف كده، اوكي انا ما عنديش مشكلة خالص. هتلاقي نفسك تلقائيا بتبطل ان انت تدخل مصادمات مع الشخص اللي قدامك بس عشان تثبت وجهة نظرك، لان التجربة العملية اثبتت ان دي حاجة سد بقى. مهما عملت اللي قدامك ما بيغيرش وجهة نظره، بتوجع قلبك على الفاضي. فبالتالي انت وصلت من النضج ان انت تحس انك لما تعدي المناقشة دي وتسيبه يقول اللي هو عاوزه، بتشتري دماغك وتشتري سلامك النفسي كده، وتبقى هادي طول اليوم، بدل ما ينكد عليك ويعفرطك ويخليك طول النهار مش طايق نفسك لان المناقشة كانت دسمة قوي وحادة. طب على ايه؟ نكبر دماغنا ونوصل كده لدرجة من الروقان ان احنا نقول اللي قدامنا انت صح، برافو عليك.